يا رب يحللكوا ذاتكم ويراضي قلوبكم بكل خير يا رب، اللهم امين. ويوسع رزقنا ورزقكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد وربنا يوسع رزقنا ورزقكم ويملى بيوتنا كلنا يا رب، اللهم امين، بالخير واليمن والبركات. حبيت ابدا لكم اليوم بتاعي كده من عند الزرع، مع ان هو ما بدأش من عند الزرع. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. بس حبيت املي عينيكم بجمال ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك له. حماية زرع لنا الحتة دي كده ورا البيت، بس أنا كنت بصور وأنا رايحة السوق، فما قطعتش منها أي حاجة عشان رايحة السوق، ما كنتش طالعة البيت. فالحتة دي كده ورا البيت عندنا يعني بيزرع لنا فيها زهورات كده، بيتسلى فيها زي هواية. زرع لنا زي كده زي ما انتم شايفين فلفل وشطة وبتنجان وكمان بامية وشوية ذرة اهم عشان نبقى ناكل ذرة مشوي. وطبعا الأرض ما شاء الله اللهم بارك أغلبيتها مزروعة ذرة زي ما هوريكم دلوقتي. آه بتنجان اسود وبتنجان اسود طويل واسود رومي وابيض كمان للحشو. عايزه اقول لكم ان انا من يومين كنت جايبه منها بتنجان وعملته محشي، اللهم بارك. البتنجان تحسوا ان هو يعني حاجه كده زبده فاخر من الاخر. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم ويحسن ما بين ايدينا وايديكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. ده ذره اهو، اغلبيه الارض حوالينا كلها ذره. يعني سرو بلدنا كده. كل البلد عند ده قصب، ده اللي على الشمال. كل البلد عندنا بتزرع ذرة. الذرة وقمح ده أكتر حاجات موجودة، عشان كده تاخدوا بالكم دايما بتلاقوني بأكل قمح وذرة. يعني بصوا كل بلد، البلاد اللي بتزرع آه اللي بتزرع ايه ده، قولوا معايا، رز، بتلاقيهم بيأكلوا سرس وحاجات من دي. لكن احنا بنستعمل الردة والذرة والقمح لأن هي دي الحاجة اللي موجودة عندنا والحاجة اللي نعرفها. بصوا انا عامه يومي، تعالوا بقى اوريكم يومي بدأ ازاي. يومي بيبدأ من عند الكتاكيت الحلوين دول، ربنا يا رب يبارك لينا وليكم ويرزقنا وياكم الرزق الحياة الطيب المبارك. آه بيبدأ من عندهم، بحط لهم اشوف ناقصهم اكل ناقصهم شرب واحطه لهم. وعايزه اقول لكم ان انا طلعت ظالمه الفراخ اللي بتهرب، اللي هو الفرخ اللي انا جبته ده، كل ما اجيبه يطلع. فبعدين ايه، قلت طب اجرب كده احط الفراخ اللي هي الجميزي دي. ولما حطيتهم معاهم لقيتهم بيحطوا الابيض وبيحطوا الفراخ البيضه دي اللي هي اللي بتهرب منهم. فعرفت ان هم يا عيني بيطفشوا، مش هم اللي عاجبهم المكان هنا. فكل قوي له اللقوه منه يعني. فقلت خلاص اسيبهم براحتهم كده، وان كنت مش عارفه بعد كده هعمل فيهم ايه يعني. بس اهو ربنا يا رب يصلح حالهم. دي فراخ الجميزي، بصوا الديك ده ما شاء الله اللهم بارك. ده ديك جميزي من نوعية الفراخ اللي انا وريتها لكم، الكبيرة اللي هي حجمها ما شاء الله، اللي هم التلاتة اللي عندي دول، التلاتة ان شاء الله يطلعوا ديوك. والبربرة بتاعته هنا اهي هوريها لكم. واستنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هتكلم لكم بالتفصيل عن سعر الكتكوت من اول ما بيجي بيوصل لكام، وهنوزن الديك ده. اللهم بارك اللهم بارك. ده بديل الرومي، وبجد بجد بجد عن تجربة هو احلى من الساسو، بالذات لو انت هتربي معاه بلدي. دي الفرخة بتاعته اهي، كانوا 3 فرخات وديك. الفرخة اللي قدام دي جميزي، بس جميزي بلدي اللي هو البلدي المشعر. فالهجين بتاعها خفيف، مش تقيلة زي التانيين، لكن دول تحسوا ان هم تسمين. على فكرة الفرخة دي بتبيض. ودي البطوطات الحلوين بتوعي هناء وشيرين، ربنا يبارك لي فيهم. ودي بقى ايه، محروسة، اللي كنت هذبحها وما ذبحتهاش. شكلي مش هذبحها لاني لقيتها موسعة خالص، والصراحة انا يعز عليا ان انا اذبحها والاقي فيها بيض. دي الفرخة اهي ما شاء الله برضو وزنها حلو. ان شاء الله هعمل لكم الفيديو الجاي مخصوص ليهم. انا بقى اكلت طيوري وشديت عبايتي ونزلت صورت لكم الحتة دي كده، وقمت طالعة على السوق جري على طول. بصوا بقى، جيت من السوق يعني فرشت الفرشة وقعدت انا وولادي. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين، ويهديهم وينبت اولادنا كلنا يا رب نبات حسن. رحت السوق بقى لقيت لكم ايه، ورق العنب ده كان ب80 جنيه، لقيته نزل بقى وب60 جنيه. الست قالت لي 65، قلت هاخد منك كيلو على 60، قالت لي ماشي. فخدت منها كيلو، نصين اتنين، نص ليا ونص لماما.
قعدنا كده فرطنا الكيلو الاول، عيالي يقصقصوا لي وانا افرد، ومحمد كان بيفرد معايا، وبعد كده قلت له خلاص قصقص مع اخوك عشان ايه نلحق نخلص. قصقصت بقى نص بتاعي والنص بتاع ماما، بس قبل ما نقصقص ورق العنب قطفنا الملوخيه. قلنا بقى نجيب ملوخيه، ما انا طلعت بقى للطيور ما حكيتلكوش. طلعت للطيور لقيت لكم الارانب ربنا يسامحها، هو هيسامحها يعني. كسروا لي بيضه كمان، لقيت بيضه مكسوره وشفتها مكسوره بأمة عيني، بيضه من بتوع الفراخ البط، من بتاع البط بتاعي. فالصراحه يعني مش عايزه اصدمكم، بقوا مكسرين لغايه دلوقتي 6 بيضات. شلت 2 مره، 2 كده يعني مكسورين بس يا دوب مخبوطين ومنقورين بمعنى اصح، و2 مره. وامبارح لقيت بيضه، بس المفروض ان الاتنين بيبيضوا، لقيت واحده وفي اثار ايه لبيض كده متشعتر. والنهارده لقيت البيضه مكسوره كده كسره حلوه كده، والله نسيت اصورها لكم. واللي في قلبها ايه باين كده فيها. فمن حرقه قلبي والله العظيم بجد، انا كنت قلت هسيب الارانب وهعمل لهم حاجه، وقلت لكم الكلام ده في فيديو قبل كده. من حرقه قلبي قمت ماسكه الدكر، الارنبه كنت خايفه عليها، قمت ماسكه الدكر وزي ما انتم شايفين كده ذبحته ونقعته وظبطته تمام التمام، وجبت الحله وقلت خلاص نتغدى عليه ونعمل النهارده ملوخيه على طول. ملوخيه بالارانب بقى، والصراحه ما شاء الله اللهم بارك كان طعمها زي الفل. الارانب يا جماعه للناس اللي ما بتعرفش تعملها، الارانب ما بتتسلقش، والناس اللي بتسلقها وتقول لي بتطلع حلوه اقول لكم لا والله العظيم بجد، جربوا الطريقه دي، اعملوا لها الخضار وشوحوها منها فيها. وبصوا الحاجه الصبحه هو ايه يعني، انا حطيت ملح وفلفل اسود و شويه كركم كده بس بيدوها لون، وبتشوحوها منها فيها وبنقطه ميه صغيره كده، وبعد ما تستوي بننشل الارانب ونزود شويه ميه، وبعد كده نستعمل الشوربه بتاعتها اللي هي طلعت دي، بس بعد ما بنشوحها وننشل الميه نستعمل الشوربه، وبتبقى بجد بجد احلى ارانب ممكن تاكلوها. وبتحمروها بقى بتبقى عامله زي المشويه بالظبط، وطعمها حلو ولا زفاره ولا اي حاجه، طالما احنا نقعناها كويس بملح وليمون. ولازم الارانب تتنقع بتنفش كده، وبالذات لما بتبقى شمرت وبتبقى جميله. اللهم بارك. دول البطاطات بتاعتي بقى الحلوين الكبار ما شاء الله اللهم بارك، على فكره ما كملوش شهر لسه، بس ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، حجمهم بقى حلو جدا ومرضي جدا. بصوا بقى هم اللي فيها نقرة دي ومن ورا اسمر، واللي فيها نقرة ومن ورا اسمر الاتنين دول بغال، واللي جنبهم فيها نقرة من راسها دي مسكوفي، والاربعة اللي فاضلين ده فرنساوي بيور، بس فيهم واحدة حجمها صغير شوية، فهتلاقيها مش بيور او هتلاقيها بقى ايه يعني مش مهم يعني، كل حاجة لها سرد يا جماعة، اعملوا نفسكم مش شايفين، مش كل حاجة لازم نركز فيها. ايوه كده زي ما بقول لكم. طبعا عملت الغدا واتغدينا، يعني عملت الغدا وطلعت الفراخ الاول، وبعدين رجعت اتغدينا، ودلوقتي لسه ما كملتش بقيه اليوم. لسه هقوم اغسل المواعين ونعمل لهم بقى كده حاجه حلوه، ممكن نعمل لهم كيكه بالشوكولاته او اي حاجه، وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويملى بيوتنا وبيوتكم خير وبركه. اللي عنده خلفيه يا جماعه عن تربيه الارانب او معلومه ممكن يفيدني بيها يتفضل يقول لي. لو حد ربى ارانب قبل كده يقول لي اعرف ازاي اذا كانت الارنبه دي حامل ولا لا، لان انا حاولت ما عرفتش، مسكتها كده وقعدت ابص لها احسس زي ما الناس قالت لي مش عارفه. فلو حد عنده معلومه دقيقه بالله عليكم اختكم يعني فيدوني. انا اخر حل بالنسبه لي هستنى لاخر الشهر الجاي، يبقى كده كملت شهر، يعني هي لو حامل هتولد، ما ولدتش يبقى خلاص الحمد لله وكفى بالله ايه لغايه كده يعني الحمد لله. انا اصلا قررت ان انا استنى عن الجواز، لان كنت جبت القرار ده بسبب ان انا كنت هعمل حاجه يعني، بس مش عايزه اقول لكم هي مفاجاه. وخلاص بقى مش هتكلم اكتر من كده، اشوفكم الفيديو الجاي هنتكلم عن الفراخ الجميزي، ومع السلامه.